بيكم ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة جديدة من برنامجكم مواهب. في البداية طبعا بحب ارحب بصديقتي نورهان. اهلا بيكي يا نورهان. اهلا بيكي حبيبتي. النهارده يا جماعة معانا موهبة جميلة جدا، موهبة عظيمة جدا، موهبة ليها أهمية كبيرة جدا، هي موهبة الرسم يا جماعة. معايا موهبة عظيمة، احب ارحب بيها واخليها تعرفني على نفسها. أنا اسمي يارا محمد أحمد، كلية تربية نوعية، قسم فنية، جامعة الزقازيق. موهبتي الرسم. اهلا وسهلا بيك يا يارا، اتشرفت بيكي جدا النهارده وفرحانه جدا اني اتعرفت عليكي. عايزه اقول لك يا يارا، عرفيني عن نفسك اكتر وقولي لي ابتديتي تحبي الرسم امتى، ابتديتي ترسمي امتى، تعمقتي في الموهبه امتى؟ ابتديت أرسم وأنا في كي جي 2. مامتي وبابايا كانوا دايما بيشجعوني على الرسم، وكانوا هما يعني شافوني دايما بشخبط وبعمل، فهم اهتموا بقى بالشخبطة دي. ما شاء الله. يعني ماما وبابا هم اول حد قالوا لك يا يارا انت بتعرفي ترسمي، فامشي بقى في مود الرسم وكده. ما شاء الله عليهم. اول حاجه رسمتيها تفتكريها يا يارا، رسمت لنا ايه؟ رسمت، كنت رسمة وردة بتضحك للشمس وانا صغيرة. دي اول رسمة في حياتي يعني. جميل جدا يا يارا، جميل جدا، رسمه معبره فعلا. عايزه اقول لك بقى، تورينا ايه النهارده، جايبه معاكي ايه، محضره لنا ايه تورينا؟ معايا رسمتين هوريها لك. الرسم ده بورتريه، رسمه بالجاف، رسمه الموديل اجنبيه، وهي عجبت. انا مش برسم اي حاجه، برسم الحاجه اللي ليها معنى او انا حساها. الرسمه دي بتوحي لك بايه؟ يعني انت رسمتيها عجبتك لما شفتي صوره النجمه دي، عجبتك فقلتي ترسميها، ولا حسيتي فيها بحاجه معينه بالظبط؟ هو لما يعني بشوف في حاجه حلوه، او لو في وش حد في حاجه يعني جذباني ان انا ارسمها، برسمها. يعني اللي انا شايفه فيها جمال او جراءه في عيونها كده، يعني اي حاجه بتشدني ان انا ارسمها برسمها، يعني مش شرط. اسالك بقى يا يارا، هل حد فينا هنا شدك انك ترسمينا وكده ولا عادي؟ من عينيا طبعا. شكرا لك يا يارا. ولا حاجه تانية؟ طيب، تاني بورتريه دي مامتي، كنت رسمها لها في عيد الام. هي كانت دايما تقولي انتي ما بترسمينيش، انتي بترسمي الناس كلها بترسمي، فقلت لها فاجئتها في عيد الام ورسمت لها البورتريه ده هي وهي صغيره شويه، عشان هي. قولي لنا بقى، انتي رسمها مستخدمه الوان خشب تمام عاديه. وعلى فكره اول مره استخدم الوان الخشب، وانا دايما كنت برسم برصاص او فحم. بترسمي بشمع ولا فحم ولا رصاص؟ لا، هو برسم كله، بس هو اول تجربه ليا كانت بالالوان في البورتريه بتاع ماما ده، فقلت لها انتي وشك خير بالنسبه لي. جميل جدا يا يارا، واحلى حاجه طبعا احلى هديه لماما في عيد الام. شكرا ليكي يا يارا، وشرفتيني جدا النهارده، وسعيده جدا اني اتعرفت عليكي.